بيبدأ الفيلم وكونج قاعد في جزيرة ومعاه بنت صغيرة عايشة معاه اسمها جيا. وجيا دي بنت من سكان الجزيرة، لكن كل أهلها ماتوا في العاصفة، وكونج أنقذها منها وخلاها عايشة معاه. ونشوف بعد كده كونج وهو بيحس بحاجة غريبة، وده خلاه يمسك شجرة ويعملها رمح ويرميها ناحية السماء، وبيكتشف إنها قبة صناعية حوالين الجزيرة. فبيفضل كونج يصرخ جامد، وبنشوف شكل القبة دي من بره، وبنعرف إنها اتصنعت عن طريق شركة اسمها مونراك، وبيشتغل جرس الانذار في الشركه كلها بسبب اللي عمله كونج. وبتيجي المسؤوله عن الجزيره واسمها اندروس، وبتبقى قلقانه جدا بسبب اللي عمله كونج في الجزيره، وبيقول لها المساعد بتاعها انهم لازم يخرجوا كونج من الجزيره، لكن هي بتقول له ما ينفعش، عشان كونج لو خرج بره الجزيره دي جودزيلا هيعرف مكانه بسهوله وهيجي يهاجمه بسبب العداوه القديمه اللي ما بينهم. وبعد كده بتيجي جايه صاحبه كونج الاندروس، واللي بتطلع صماء يعني ما بتتكلمش ولا بتسمع، واندروس وعدتها تخرجها من الجزيره، لكن جايه بتشاور لها وتقول لها ان كونج غضبان جدا. وبعد كده بيجي مشهد على مهندس اسمه بيرني شغال في شركه اسمها ايبكس، ودي شركه بتعمل ابحاث عن الوحوش. وبيرني كان حاسس ان في حاجه غلط في الشركه دي، كان دايما بيقدم ابحاثه في بودكاست على النت، وقال انه بقاله 5 سنين شغال في الشركه عشان يسرق ابحاثهم ويعرف ايه السر ورا الشركه دي. وفي يوم عرف يدخل الشركه ويسرق البيانات بتاعتها من غير ما حد يحس بيه، واكتشف ان شركه ايبكس بتبعت شحنات معينه لدوله هونج كونج، وفي نفس الوقت جهاز الانذار بيشتغل. وبيفتكر بيرني انه اتقفش، لكن بيطلع انه انذار طوارئ لكل الموظفين ان في وحش بيقرب من الشركه، والوحش ده هو جودزيلا. وبيمشي الموظفين كلهم، لكن بيرن بيقرر يستنى ويشوف الجنود هتعمل ايه مع جودزيلا. وفجاه بيهجم جودزيلا ويدمر الشركه كلها، وبيرن بيشوفه وبيبقى مش مصدق اللي بيحصل، ومحدش عارف جودزيلا بيعمل ليه كده. وبيظهر قدام بيرن جهاز شكله غريب، ويفتكر ان جودزيلا هاجمهم بسببه. وتاني يوم بتظهر اخبار ان الجيش قرر يهجم على جودزيلا ويموته عشان هاجم شركة ايبكس وعرض حياة الناس للخطر. وبيظهر بعد كده والتر صاحب شركة ايبكس، وبيقول ان عنده الحل اللي هيخلص على جودزيلا. وماديسون بتشوف الاخبار وبتستغرب هو ليه جودزيلا هاجم الشركة، وبعديها تسمع تسجيلات بيرني واللي حصل له في الشركة. وبعد كده ماديسون بتروح للشركة مونراك عشان تقابل ابوها مارك، وبتتكلم معاه على جودزيلا وتقول له انه اكيد عمل كده عشان في وحش مستخبي جوه، لان جودزيلا اصلا طيب ومستحيل يقتل حد لانه انقذنا زمان وما ينفعش الجيش يهجم عليه. لكن مارك ما اتفقش مع كلامها وقال لها ده مجرد وحش، ما تكبريش الموضوع. وبعدها والتر صاحب شركه ايبكس بيزور عالم اسمه ليند مهتم بعلم الوحوش، وراح له عشان الكتاب اللي بيتكلم فيه ليند عن نظريه جو في الارض، واللي شايف ان كل الوحوش خرجت منها. وولتر بيقول لليند انا قريت كتابك ومقتنع زيك ان في عالم تاني تحت الارض، واكتشفت بالقمر الصناعي ان جو في الارض موجود فعلا عند القطب الجنوبي، بس مش عارف ادخل هناك، وده لان الجاذبيه عاليه جدا. فولتر بيطلب منه المساعده، وبيفهمه انه لو دخل هناك هيقدر يقضي على جودزيلا، وبيقول له انا قررت اني هبعت بعثه لهناك وانت هتبقى القائد بتاعهم. فليند بيتفاجئ من الطلب ده، وبعد كده بيعرفه المساعد بتاعه رين، وبيقول له رين هيتابع معاك وانت رايح لجو في الارض. فليند بيقول له انا عندي فكره جامده، احنا ممكن نخلي كونج هو اللي يدخلنا جو في الارض. فولتر قال له وانا موافق. وبعدها ليند بيروح لاندروس وبيحكي لها كل حاجه وعلى فكرته، وبيقول لها لازم نعمل كده عشان نقتل جودزيلا. لكن اندروس في الاول كانت خايفه على كونج، وفي نفس الوقت قررت توافق، لكن بشرط انها هتبقى مع كونج ومسؤوله عن اي حاجه تخصه. وبعدها فعلا بيبداوا يتحركوا ناحيه القطب الجنوبي، وبينقلوا كونج على سفينه ضخمه جدا، وهم رابطينه بسلاسل وعاطينه مهدئات كبيره جدا عشان يقدروا يسيطروا عليه. وبعدها بنتعرف على واحده في الفريق اسمها ميا، وميا دي بتبقى بنت صاحب شركه ايبكس، وبتقول لهم انا جايه معاكم، لكن ما بتقولش السبب ده، والسبب ده هنعرفه قدام. وبالليل ليند بيقول لهم فاضل لنا 48 ساعه ونوصل القطب الجنوبي. واندروس كانت قلقانه ان جودزيلا يظهر ويهاجمهم، وبتقول ان الوحوش احساسهم عالي جدا وبيحسوا بوجود بعض. وجايه وهي في السفينه بتصحى قلقانه، وبتروح تطمن على كونج اللي بتلاقيه قاعد حزين جدا ومتوتر، فبتحاول تهديه شويه. وبتشوفها اندروس وبتحاول تلحقها عشان خايفه عليها من كونج، لكن جايه بتفهمها ان كونج حزين جدا ومتعصب من البشر. فبتستغرب اندروس ان جاي قدرت تتواصل مع كونج ويفهموا بعض بالاشاره. وبنيجي لتاني يوم الصبح، ماديسون بتقابل جوش صاحبها، وبيطلعوا عشان يدوروا على الراجل اللي بيتكلم عن الوحوش في البودكاست، وطبعا الراجل ده اللي هو بيرني. وبيرني بقاله 5 سنين بيتكلم عن الوحوش، لكن عمره ما كشف نفسه لحد. وماديسون نفسها تعرف سبب هجوم جودزيلا على شركه ايبكس، فجوش بيسالها ازاي هنعرف نوصل لبيرني. فماديسون بتقول له سهله جدا، الراجل ده كان دايما بيقول ان في راجل بتاع ادوات تنظيف بيروح يجيب منه حاجات عشان يحمي نفسه من الاشعاعات، فاحنا هنروح المحل ده ونسال عليه. ولما بيوصلوا المحل جوش بيدي العامل رشوه عشان يدله على مكان بيرني. وماديسون بتقول له في شخص بيجي يشتري منك ادوات تنظيف كتيره. قال لها ايوه اكيد تقصدي بيرني. قالت له شاطر، عايزين نعرف بقى مكانه.
وبيعرفهم فعلا مكانه وبيروحوا له وبيخبطوا عليه، لكن بيرني في الاول ما بيرضاش يفتح. لكن ماديسون بتقول له انها بنت العالمه ايما اللي شغاله في شركه مونراك. فبيرني لما بيعرف كده بيفتح على طول وبيوافق يقابلهم وبياخدهم ويروحوا يقعدوا مع بعض في مكان. وبيرني طبعا بيحكي لهم كل حاجه وعن البيانات اللي لقاها في شركه ايبكس قبل هجوم جودزيلا، وبيقول لهم كمان ان في شحنه رايحه للفرع الثاني للشركه في هونج كونج. فهم الثلاثه بيقرروا يقتحموا الشركه ويعرفوا الشحنه دي فيها ايه. وبالليل جاي بتحس ان في خطر جاي عليهم وبتجري على اندروز عشان تقول لها، وفعلا جرس الانذار يضرب عشان فيه هجوم من جودزيلا عليهم. وفي نفس الوقت كونج يبدا يتعصب جامد وعايز يفك السلاسل اللي مربوط بيها، وبتطلب اندروز من ليند انه يفك كونج، لكن بيرفض عشان خايف انه يهرب منهم ويغرق في الميه. وجودزيلا بدا يقرب اكتر والسفن الحربيه بتضربه بصواريخ، لكن بيهجم عليهم وبيدمرهم. وكونج بيحاول يفك السلاسل ومش عارف، وجودزيلا بيدمر كل السفن الحربيه لحد ما وصل سفينه كونج وهجم عليه، وكونج والفريق كله بيغرق. لكن ليند اخيرا بيحرر كونج من السلاسل عشان يقدر يدافع عنهم. فكونج بيضرب جودزيلا وبيعدل السفينه عشان ينقذ الفريق، وبيشيل الطوق اللي على رقبته وينط من السفينه للتانيه، وبيمسك الطيارات الحربيه ويرميها على جودزيلا. لكن جودزيلا ما بتفرقش معاه ويطلع له على السفينه وتقلب ماتش بوكس ما بينهم. كونج يضربه في وشه وجودزيلا يردها له ووقعه في الميه، يقوم كونج قايم له وزقه في الميه هو كمان. يقوم جودزيلا يقول له تمام، وظروفه واحده بالشعاع من تحت الميه يدمر له السفينه باللي عليها. بس كونج انقذ نفسه ونط في الميه بسرعه. لكن كده كونج زنق نفسه زنقه جامده جدا لان جودزيلا قوي جدا تحت الميه، وفعلا يهجم جودزيلا عليه ويسحبه لقاع المحيط. واندروس ساعتها تقرر ان السفينه تضرب صواريخ تجاههم عشان جودزيلا يفلك كونج، وفعلا الفكره تنجح وكونج بيتحرر وبيطلع على السفينه ومش قادر ياخد نفسه بسبب المعركه اللي حصلت تحت الميه. وليند بيكلم القبطان وبيأمره يوقف محركات السفينه كلها عشان جودزيلا لما يشوف كده يعرف انهم ماتوا ويسيبهم ويمشي. وفعلا لما بيشوف كونج واقع والسفن مش بتتحرك فهم انه انتصر عليهم وسابهم ومشى. وبقت المشكله اللي موجوده دلوقتي هم ازاي هيكملوا طريقهم للقطب الجنوبي، لان المحركات لو اشتغلت جودزيلا هيرجع لهم تاني. فليند يقرر ان هم يروحوا هناك بالطيارات. وعلى الناحيه التانيه ماديسون وبيرني وجوش بيحاولوا يخشوا شركه ايبكس المتدمره خالص، ولما بيدخلوا جوه بيلاقوا اسانسير سري لسه شغال وبيطلعوا الدور 33. ولما بيوصلوا بيلاقوا جوه شويه كبسولات، لكن بيسمعوا صوت حراس جايين عليهم فبيجروا ويدخلوا جوه كبسوله منهم. ولما بيدخلوها بيلاقوا بيت بتاع وحوش اتجاب من جزيره الجمجمه، وفجاه الباب بيتقفل عليهم وبتتحرك الكبسوله وهم جواها، وفي جهاز جواها بيقول ان الكبسوله دي رايحه مقر الشركه في هونج كونج. وعلى الناحيه التانيه بنشوف الطيارات وهي شايله كونج على شبكه وبتنقله للقطب الجنوبي زي ما قال ليند بالظبط. وفجاه كونج بيصحى وبيلاقي نفسه في مكان كله جليد، وجايه بتشاور له على النفق اللي بيوصل لجوف الارض وبتقول له ادخل، فهو بيرفض. لكن اندروس تقول لجايه ان عيله كونج موجوده هناك، فجايه تقول لكونج ان عيلته جوه. فيقرر كونج بسرعه يدخل النفق، وليند وباقي الفريق يدخل وراه بالطيارات المضاده للجاذبيه. واول ما يوصلوا لنهايه النفق يقعوا في بوابه تنقلهم لجوف الارض. واول ما بينزل كونج على الارض بيفضل يجري فرحان بالمكان وبيحاول يوصل لمصدر الطاقه ووراه الفريق، لكن بيتفاجئ الفريق بمنظر الحيوانات الغريبه اللي في جوف الارض. وبتتدمر واحده من الطيارات من تعبان مجنح، وبيهجم التعبان التاني على طياره الفريق بتاع ليند، لكن كونج بيلحقهم وبيمسك التعبان. فالتعبان يلف جسمه على كونج جامد، لكن الفريق يضربه بالصواريخ فيفك جسمه ويقتله كونج وياكل راسه. وبيكمل كونج طريقه ناحيه مصدر الطاقه. وعلى الناحيه التانيه ماديسون وبيرني بيوصلوا هونج كونج وبيخرجوا من الكبسوله، وبيلاقوا قدامهم مكان كبير وبيخرج قدامهم روبوت ضخم جدا شبه جودزيلا. وبنلاقي ان اللي متحكم في الروبوت ده هو رين مساعد وولتر صاحب شركه ايبكس. والفريق بيتصدم من اللي شافه، وولتر بيؤمر فريقه انه يطلق الوحش عشان يجرب قوه الروبوت. والوحش ده سحليه ضخمه اتقبض عليها من جزيره الجمجمه وبتحاول تهجم على الفريق، لكن الروبوت الضخم يمسكها ويقسمها 2 بالشعاع بتاعه زي جودزيلا بالظبط. فرين بيقول لولتر ان الروبوت استهلك 40% بس من طاقته في قتل الوحش ده، فمعنى كده اننا محتاجين كميه اكبر من الطاقه. فولتر بيقول له انه واثق في بنته انها هتقدر تجيب الطاقه دي من جوف الارض. فماديسون لما شافت كده عرفت ليه جودزيلا هجم على الشركه، وطبعا ده بسبب الروبوت اللي صنعوه شبهه بالظبط. وبنروح لكونج اللي بيكون وصل لجبل حواليه مصدر طاقه كبير. فكونج بيفتح باب القلعه اللي في الجبل ده، واللي بتطلع انها قلعه للحاكم السابق في العالم ده. وكونج بيلاقي فاس عملاق على راس جمجمه وبياخده كونج وبيخليه سلاحه الجديد، والفريق بيخش وراه القلعه عشان يستكشفوا المكان. وعلى الناحيه التانيه بنلاقي ان الفريق اللي في هونج كونج بيدور على طريقه للهروب، فبيلاقوا راس من رؤوس التنين اللي قتلهم جودزيلا. وبنكتشف ان شركه ايبكس بتاخد الحمض النووي بتاع الرؤوس دي عشان تطور الروبوت جودزيلا. وبيشوفوا رين وهو قاعد جوه الروبوت جودزيلا، وبعدها بشويه بيوصل جودزيلا الاصلي لهونج كونج وبيتم اخلاء المدينه من السكان بسرعه. وفي جوف الارض الفاس اللي مع كونج بتنور وبيطلع منها شعاع شبه شعاع جودزيلا بالظبط. وكونج بيشوف على الارض علامه شبه شكل الفاس فبيحط فيها الفاس، والفاس كده بيستمد قوه من مصدر الطاقه الكبير اللي في المكان. وفي نفس اللحظه جودزيلا بيحس بالطاقه بتاعت الفاس
وبيطلق الشعاع بتاعه على الارض تحتيه، لان الفاس كان موجود في نفس المكان تحت الارض. وبيحاول جودزيلا يعمل حفره بالشعاع بتاعه توصله لجوف الارض. وفي جوف الارض عملاء شركه ايبكس بيطلعوا روبوت صغير عشان يجمع عينات من الطاقه اللي موجوده في المكان عشان يبعتوها للشركه ويمدوا الروبوت جودزيلا بالطاقه. فاندروس بتحاول تتدخل وبتساله انتوا بتاخدوا الطاقه ليه؟ فميا بنت والتر بتقول لها من دلوقتي جوف الارض بقى ملك لشركه ايبكس. وميا بتؤمر رجالتها يقتلوا اندروس وجيا، لكن كونج لما بيشوف كده بيتعصب جدا. وفي نفس اللحظه هجوم جودزيلا على جوف الارض سبب هزه ارضيه جامده والشعاع بتاعه قرب يوصل لهم. فميا وفريقها بيهربوا بعد ما خدوا الطاقه اللي عايزينها، والطاقه دي طبعا وصلت لمقر الشركه عند والتر. فولتر بيؤمر رين انه يزود الروبوت بالطاقه، لكن رين كان رافض وقال له المفروض نختبر الطاقه دي الاول عشان دي طاقه كبيره جدا وما نعرفش ممكن يكون تاثيرها ايه على الروبوت. لكن وولتر ما اهتمش وكان مستعجل وعايز يشوف الروبوت بكامل قوته. وفي جوف الارض جودزيلا بيكون وصل عن طريق الحفره اللي عملها بالشعاع بتاعه، وبتكون حفره كبيره بين الارض وجوف الارض. وبتحاول ميا وفريقها تهرب عن طريق الفتحه دي، لكن كونج بيمسكهم وبيتاكد ان جاي مش معاهم وبيدمر الطياره دي بايده. وبياخد بعدها الفاس بتاعه ويروح للارض عشان يواجه جودزيلا. وبيركب ليند وجاي واندروس الطياره وبيهربوا من نفس الفتحه. وكونج بيكون وصل هونج كونج عند جودزيلا، وبتبدا ما بينهم المعركه القويه. وبيهجم كونج على جودزيلا، لكن جودزيلا قدر يتفادى اول ضربه وحاول يهجم على كونج بالشعاع بتاعه، لكن كونج قدر يسيطر عليه وضربه بالكوع على دماغه وحاول يكسر فكه، لكن جودزيلا قدر يفلت منه. وحاول جودزيلا يهجم تاني على كونج بالشعاع بتاعه، لكن كونج مسك الفاس وصد الهجوم ده. واكتشف كونج ان طاقه الشعاع بتاع جودزيلا هي بتاع جوف الارض، وشعاع جودزيلا بيمد الفاس بالطاقه. ولما جودزيلا لقى الفاس بيتشحن بالطاقه قرر يهجم على كونج ويقتله بالايد، وفعلا ضربه ووقعه على الارض. لكن كونج قدر يطعن جودزيلا في رجله بالفاس، بس جودزيلا شال الفاس ورماه بعيد. وبيرجع يهجم على كونج تاني بالشعاع، وكونج بيحاول يهرب منه وبيفضل ينط وسط العماير، لكن جودزيلا قدر يسيبه بالشعاع في كتفه وبيتصاب اصابه قويه. وليند واللي معاها بيوصلوا المدينه وبيشوفوا المعركه، وكانوا بيحاولوا يتجنبوا شعاع جودزيلا المدمر. وبيقدر كونج اخيرا يوصل للفاس بتاعه، وبعدها بيصد هجوم جودزيلا وبيضربه بالفاس على دماغه ضربه قويه. وبسبب الاصطدام ده الاتنين بيطيروا بعيد عن بعض. وعلى الناحيه التانيه بنلاقي ان ماديسون واللي معاها اتمسكوا من الامن بتاع الشركه واخدوهم لولتر عشان ولتر يوريهم الروبوت الجديد اللي صنعه عشان يهزم بيه طبعا جودزيلا. وقال لهم انه عمل كده عشان يخلي البشريه ترجع تسيطر تاني على العالم كله. وبنلاقي ان المعركه بره لسه مخلصتش، وكونج الضخم بينط على جودزيلا من ظهره وبيضربه ببنيات في وشه، لكن جودزيلا عضه من دراعه وعمل له واحده سوبلكسو ووقعه على الارض. فكونج دراعه اتصاب جامد من الوقعه ومبقاش قادر يقاوم جودزيلا، وفضل يتراجع وجودزيلا يهاجمه لحد ما ثبته في الارض وحط رجله على بطنه وصرخ في وشه عشان يعرف كونج انه ملك الوحوش، وبيسيبه ويمشي. وبيحاول كونج يقوم لكن ما بيقدرش وبيقع تاني ويغمى عليه. وبعدها جودزيلا كان رايح لخصمه التاني، طبعا احنا عارفينه الروبوت، ورين ساعتها كان متصل بالروبوت وبيحصل عطل في السيستم بتاعه وما بيقدرش يتحكم فيه، والروبوت بقى بيتصرف من دماغه وهجم على وولتر وقتله. وبعدها بيقتل رين وبيدمر المكان كله بالشعاع بتاعه، وبيبدأ يتجه ناحية جودزيلا. واول ما يشوفه بيهجم على جودزيلا بالصواريخ. وجوش بيحاول يتحكم في الروبوت، وليند واندروس وجايا بينزلوا من السفينه وبيتفاجئوا من المعركه، والروبوت كان طاحن جودزيلا حرفيا بدون اي رحمه. وجايا بتروح لكونج وبتعيط وزعلانه عليه عشان قلبه متوقف. فليند يقرر انه ينعش قلبه بسفينه ايبكس، وبيقول ان هي دي الطريقه الوحيده عشان ننقذه. وبنرجع تاني لمعركه جودزيلا والروبوت، وبنلاقي ان الروبوت متفوق على جودزيلا وعمال يضربه وماسكه من ديله ورماه على المباني. وبعدها كل واحد بيضرب شعاعه على التاني، لكن الروبوت كان اقوى وبيقدر يتفوق عليه. وبنروح لليند اللي بيهبط بالطياره على قلب كونج وبيبرمجها على انها تنفجر بعد ثواني معينه، وبيطلع هو يجري منها والطياره فعلا بتنفجر وكونج بيفوق. وجاي بتقول له انت لازم تساعد جودزيلا، لكن كونج ما كانش موافق. لكن جاي بتقول له ان جودزيلا مش عدوك، الروبوت هو اللي عدوك. واخيرا كونج بيقتنع بكلامها وبيروح يساعده، وبينط على الروبوت من ظهره قبل ما يقتل جودزيلا. وبيتحد جودزيلا وكونج مع بعض وبيضربوا الروبوت، وكونج بيضربه في دماغه، لكن الروبوت بيقدر يتفوق عليهم باسلحته. لكن كونج بيجيب الفاس بتاعه ويضربه بيه، لكن يرجع الروبوت تاني يصد هجماته ويسيطر على المعركه كلها. وكان خلاص هيقتل كونج، بس جوش قدر يعطل جهاز معين متصل بالروبوت، فده خلاه وقف شويه عن العمل. وكونج بيحاول يفلت منه، وجودزيلا هجم بالشعاع بتاعه على الفاس عشان يزوده بالطاقه، وكونج قدر يدمر دراعات الروبوت لان الفاس بقى اقوى. وبعدها بيدمره خالص واداله واحده قاضيه وفصل راسه عن جسمه. وبعد الانتصار ده كونج بيريح على الارض، ولما بيقرب منه جودزيلا بيفتكروا انه هيهاجمه، لكن جودزيلا ما كلموش لانه هو اللي انقذه من الروبوت، وبيبص له وبعد كده بيسيبه ويمشي. وبكده خلصت العداوه ما بينهم. وبعد كام شهر شركه مونراك صنعت مقر ليها في جوف الارض، وكونج قرر ان هو هيعيش هناك.
واندروس وجيا وليند يقدروا يروحوا يزوروه في اي وقت. وجودزيلا بيفضل زي ما هو ملك وحوش العالم، لكن كونج هو ملك جوه في الارض. وبكده الفيلم يكون خلص. لو عجبتك الحلقه متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو اول مره تشوفنا. وبس كده، سلام.